تحياتي والتقدير والاعتزاز والاحترام بحضراتكم، والله بعودة يا رمضان برحب بيكم. الفن الشعبي مختلف الأنماط من موسيقى وغناء ورقص شعبي ومهن شعبية تعتبر تعبر عن أفراح وأفراح المجتمع المصري. يمكن أعجبني في المرحلة الأخيرة منع استيراد الفوانيس الصينية، يمكن ده خلى صناعة الفوانيس أو هذه الحرف الشعبية تنشط في شهر رمضان المبارك، ويبقى في تنافس قوي جدا بين المبدعين وبين أصحاب هذه الحرف لابتكار أشكال جديدة وترضي كل العملاء. هتكلم النهارده على اقتصاديات المهن الشعبية. المهن الشعبية زي ما قلت قبل كده صناعة الفوانيس، بائع العرق، خصوص الألماجي، كل دي طبعا مهن شعبية بتنشط في هذا الشهر الكريم. النهارده هتكلم على هذا الموضوع واهميته اقتصاديا، يمكن ده بيعود بدخل كبير جدا على اصحاب هذه المهن، ولكن بعد هذا الفاصل وهذا التقرير حول صناعه الفوانيس واهميتها في مصر. الصبر في ايامنا والحكمه من الدين وشريعه احكامنا وسماحه اسلامنا وجزاء الصايمين. احنا بس عايزين نوضح او نشرح طريقه تصميم الفانوس الخشب المصري. هو معظمه طبعا صناعه في دمياط، صناعه مصريه، طبعا هيكون افضل بكتير من ان احنا نستورد حاجات من بره. فضلنا السنين اللي فاتت كلها بنستورد من بره، لكن السنه اللي فاتت في اواخر رمضان بدانا نصنع حاجات، او بدانا نصنع خشب او فوانيس خشب لرمضان. الفانوس ده عباره عن خشب، نوع من انواع الخشب بيتم تقطيعه بمكن ليزر بالمنظر ده او بالتصميمات اللي موجوده قدام حضراتكم دي. تصميم تاني اهي، التصميمات اللي قدام حضراتكم. والطبقه دي طبقه فيب موجوده، وبيبقى جواه ايه، جواه بيبي لايت اللي هو الاضاءه الصغيره، فاهم؟ فهو ده الصناعه المصريه. يعني الصناعه المصريه هتكون كويسه جدا السنين الجايه ان شاء الله، واحنا بندعم الصناعه المصريه، ولازم كلنا نتشجع عشان الصناعه المصريه، عشان نخلي الاقتصاد بتاعنا يقوم كمان. يعني اللي هو لازم نساعد الدوله في كل حاجه، لازم نعمل حاجات كتير بنفسنا. شكرا لكم، ورمضان كريم. ورمضان كريم. وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوينا الضرجة يا رمضان وحوي يا وحوي هل هلالك وبدره بان شهر مبارك وبقاله زمان هل هلالك وبدره بان شهر مبارك وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان. طبعا بعد ما شفنا هذا التقرير بنبدا لقائي بالاستاذ عبد الله مهدي، سكرتير عام اتحاد كتاب الشرقيه والباحث في الموروث الشعبي. استاذ عبد الله اهلا بيك. اهلا استاذ عبد السلام. استاذ عبد الله، يمكن يعني انت ليك باع طويل في هذا المجال وكنت معانا على فترات طويله، يعني من سنه 94. نعم. عشان كنا بنتكلم طبعا عن الفن الشعبي بمختلف الانماط، سواء كان موسيقى او غناء او رقص شعبي او مهن شعبيه، او كل هذه المهن الشعبيه تعتبر موروث شعبي وتعبر عن افراح واطراح المجتمع المصري. الحرف الشعبيه واهميتها في مصر وسبب انتشارها في المرحله الاخيره. يعني في البدء مهم جدا اللي احنا نعرف بأن التراث الشعبي ينقسم إلى فرعين مهمين، اللي هو الأدب الشعبي اللي هو قمة الكلمة، والحرف الشعبية اللي هي قمة الإبداع باليد. الشعبية تحمل ذاكرة تاريخية عميقة
والصانع المصري القديم الذي مر بموروث حضاري كبير من فرعوني إلى البطالمة والرومان إلى العرب الإسلامي، يده عبق هذا الماضي العريق، تحمل يده هذا الإبداع الفني الكبير الذي يبدعه من خلال صنعه الكليم والنسيج، كما نرى في أخميم هذا المركز والمدينة التي تتبع محافظة سوهاج. الكليم الأخميمي، هذا الكليم الذي كان له شهرة عالمية كبيرة من خلال هذا النول، هذه الآلة البدائية التي كان يلتف حولها كل أفراد الأسرة لصنع قطعة الكليم أو قطعة النسيج المبدعة التي كانت تلفت نظر الدنيا كلها. ولذلك يعني ازدهار هذه الصناعة. النسيج اليدوي أو الكليم اليدوي أغلى أنواع الكليم طبعا، لأن فكرة العقد بقصرة عقده يقصر ثمنه. كذلك بيستخدم طبيعية، يعني هذه تعيش لمدة طويلة بالإضافة إلى جمالها وروعتها. الأسرة بالكامل كانت تتجمع حول النول، ويقوم الزوج بالتعامل معه لأنه يحتاج يعني قوة جسدية أو أحد أبنائه الكبار، وتقوم المرأة وبناتها بالأعمال المساعدة من تهيئة، من العمل على الدولاب، من تهيئة الخيوط، لضم النول وما إلى ذلك، من أجل صنع هذه القطعة الفنية الرائعة. ولذلك كان يشار بالبنان إلى أخميم، مركز هذا الإبداع الفن الراقي جدا، النسيج والكليم الأخميمي. يمكن أنا قلت طبعا في بداية هذه الحلقة يا أستاذ عبد الله، يعني أنا عجبني القرار الأخير الذي اتخذ بمنع استيراد الفوانيس الصينية. ده خلى فيه ابتكار بين أصحاب هذه المهنة، وخلى فيه إبداع كبير جدا وتنافس قوي جدا بين أصحاب هذه المهنة. نعم. لإرضاء العملاء. نعم. انعكاسه على هذه المهنة وانعكاسه أيضا على العملاء. يعني أتمنى أن يكون هذا القرار له امتدادات على حرف شعبية كثيرة، أو على إبداع شعبي حرفي كثير، زي النسيج، زي العقادة، زي الخيامية، زي الفخار، زي الأوراق البردي. يعني أتمنى أن يمتد هذا القرار إلى كل ربوع الحرف الشعبية والإبداع باليد الشعبية الضاربة في جذور التاريخ. لأن طبعا إحدى معوقات الصناعة المحلية أو الحرف الشعبية هي يعني طغيان المستورد وقلة ثمنه. طغيان المستورد وقلة ثمنه. ولعلنا يعني نأخذ العبرة من هذا القرار الرائع الذي صدر هذا العام، وكنا نتمنى ونادى به كثيرون بأن نتوقف عن استيراد الفوانيس، لأن عندنا فانوس رمضان له جذور تاريخية تمتد إلى عصر الدولة الفاطمية والمعز لدين الله الفاطمي. وهذا المكان المعروف في القاهرة تحت الربع بالضرب الأحمر، الذي يعني أنعم الله عليه بحرفيين يعني يحملون عبق الحضارة المصرية القديمة، ويبتكرون ويبدعون في صناعة الفوانيس، والتي ظهرت بكثافة. هذا الفانوس المصري ظهر بكثافة هذا العام. شوف قد ايه طبعا الابتكار والابداع والشكل الجمالي كمان اللي شفناه في المرحله الاخيره، والتنافس بين اصحاب هذه المهنه. طبعا يعني مثلا العقاده اللي هو التطريز، اللي هو استخدام خيوط ملونه بفكها وتجبيكها واللف والتضفير وما الى ذلك، ووضعها على الملابس من اجل اخراج يعني زخارف معينه واطفاء زخارف معينه على الملابس. أحد وسائل ضعف أو أحد الأسباب التي ساهمت في ضعف هذه الحرفة، حرفة العقادة، استيراد
يعني خيوط وشرائط وما إلى ذلك من العالم الخارجي. ولو أن المصريين أخذوا على عاتقهم يعني الارتقاء بهذه الحرفة ويعني مساعدة الحرفيين في توفير المواد الخام لهم ومساعدتهم في يعني في دعمهم ماديا وتوفير النواحي المادية لهم وعدم اعتمادهم الكلي على الخارج، لا ازدهرت هذه الحرفة كما ازدهر فانوس هذا العام. طبعا غير الفانوس في باقي العرقسوس، يمكن دي سبب انتشار المهن الشعبيه او الحرف الشعبيه في مصر في المرحله الاخيره، لانها طبعا تعتبر ثقافه شعب. هناخد ايضا تقرير خارجي حول بائع العرقسوس، يمكن دي مهنه قديمه جدا او حرفه شعبيه قديمه جدا، ثم نعود ونستكمل لقائنا بالاستاذ عبد الله مهدي الباحث في الفن الشعبي. صبر في ايامنا والحكمه من الدين وشريعه احكامنا وسماحه اسلامنا وجزاء الصايمين. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه بخير وبسعاده ان شاء الله. ماشي، طبعا عارفين ان موسم رمضان بيجي الوجبه الاساسيه عند الناس الخروب العرقسوس التمرين دي بتبقى وجبه شعبيه عند الناس ورخيصه، والناس برضه متعوده عليها، شيء طبيعي كل سنه مع الناس، والحمد لله. بس الفرق طبعا بين زمان، الاسعار زمان الاسعار دلوقتي، القدره الحاجات كل وقت ولا دايما طبعا كل حاجه وسر الصنعه هي الصنعه، بس هي بص الممارسه بتاعتها وصنعه افضل عن جد. واهم حاجه في الصنعه هي الزبونه والنظافه، والحمد لله والشكر لله. زي ما انت شايف كده هو الناس عندها شويه عرقسوس، هم ده وجبه اساسيه، هو ده رمضان اللي بيتعرف بالعرقسوس والتمرين، ده شيء معروف بقاله زمن الزمن، والحمد لله والشكر لله. وكل سنه وانتم طيبين. طيب، طبعا انت بالنسبه للمعروض عندك دلوقتي انواعه ايه اللي عندك؟ كل حاجه عندك، خروب عرقسوس تمرين دي صوبيا ليمون مانجا، اي حاجه كل حاجه اهي موجوده عندك الحمد لله. ربنا يهدي لك صنعتك وكل سنه وانت طيب. وانتوا الف صحه وسلامه والامه الاسلاميه بخير ومصر دايما بخير يا رب. صور بقى. شكرا. وشريعه احكامنا وسماحه اسلامنا وجزاء الصايمين. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، واما تلاقي الخير والحب في كل مكان، واما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، واما تلاقي الخير والحب في كل مكان، واما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. حلوا يا حلوا عيال فرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحرطية وناس بتقيس، والكل اتجمعوا في تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. حلوا يا حلوا عيال فرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحرطية وناس بتقيس، والكل اتجمعوا في تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، واما تلاقي الخير والحب في كل مكان، واما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. معكم مشاهدينا الكرام ونواصل حلقتنا حول اقتصاديات الحرف الشعبيه في هذا الشهر الكريم، وبنواصل لقائنا بالاستاذ عبد الله مهدي الباحث في الموروث الشعبي. استاذ عبد الله اهلا بك معنا مره ثانيه. اهلا استاذ عبد السلام. طبعا اتكلمنا عن سبب انتشار الحرف الشعبيه في انحاء مصر وقلنا دي ثقافه بالدرجه الاولى. ازاي نقدر نحدد يعني دي نوعيه الحرف الشعبيه دي ان هي شعبيه ام غير شعبيه، وهل بقى العرقسوس ده شعبي ولا غير شعبي؟ طبعا بالنسبة للحرف الشعبية، طبعا منظمة التربية والعلوم والثقافة
اليونسكو ومنظمة العمل الدولية اتفقت على أبعاد معينة نحدد من خلالها هل هذه الحرفة شعبية أم لا. أول هذه الأبعاد البعد التاريخي. البعد التاريخي لابد وأن تكون الحرفة لها جذور عميقة ضاربة في عمق التاريخ، مثلا زي صناعة أو حرفة صناعة الفواخير أو الفخار. طبعا لو احنا بصينا لها جذور عميقة ضاربة في عمق التاريخ. بعد كده البعد الثقافي. البعد الثقافي الذي يحمل روح وحضارة وعادات وتقاليد وديانات هذه الأمة التي تخرج منها هذه الصناعة. فمثلا برضو صناعة الفواخير في أزمنة متتابعة كانت تتطور حسب فكر الناس، حسب عادات الناس، حسب ديانات الناس وإيمانهم وعقائدهم. بعد كده برضو البعد الاجتماعي، أن هذه الحرف لا يقوم بها فرد بل تقوم بها أسرة بالكامل. جماعة. كل مفردات الأسرة تشترك فيها، كما نرى في صناعة. طبعا ان هي موروث، طبعا بيتوارثوا. وبرضه من يعني الحاجات اللي هي مسالب، أن مثلا في حرفة العقادة ترى بأن يعني من خلال بحث قمت به في هذه الحرفة بأن أصحاب هذه المهنة أولادهم لا يتوارثون هذه المهنة أو الحرفة إلا إذا كان لهم ورشة أو دكان صغير يعني يمارسون فيه. إذا لم يكن للأب يعني له ورشة أو حانوت بسيط يمارس عمله فيه، يعني يتوقف الأبناء عن ممارسة هذه المهنة. طبعا بعد كده البعد الاجتماعي، لأن فكرة الأسرة واشتراك الأسرة في العمل زي فكرة النول واشتراك يعني فكرة النسيج واشتراك كل أفراد الأسرة في صنع هذه القطعة النسيجية من خلال النول الذي يستخدمه الحرفيون في صنع النسيج والكليم الطبيعي. كذلك برضو احنا قلنا البعد التاريخي والبعد الثقافي والبعد الاجتماعي. البعد الاقتصادي مهم جدا، البعد الاقتصادي، لأنه في حالة عمل الناس في هذه الحرفة تقل نسبة البطالة، يزداد دخل الناس، يزداد عدم اعتماد الدولة على المستورد الخارجي من أجل تغطية حاجاتهم أو نواقصهم. طبعا إنجاز له بعد تاريخي طبعا بيحد بشكل كبير، ولذا يعني نتمنى الاهتمام بهذه الحرف من منطلق اقتصادي، لأن من ضمن المسالب التي تعيق انتشار هذه الحرف وازدهارها فكرة النظرة الاجتماعية لها وليس النظرة الاقتصادية من جانب الدولة ومن جانب الإعلام. يعني ينظرون لها نظرة اجتماعية فيساعدونها يعني مساعدات بسيطة. كذلك فكرة أنهم رسخوا في ذاكرة الشعب بأنها شيء تقليدي وقديم ولا يتطور ولا يزدهر وما إلى ذلك. طبعا ده من المعوقات المهمة التي تعوق ازدهار هذه الحرف. ففكرة أن يعني أنا بقترح أن يعني يقوم المسؤولون بصنع أو يعني بتحديد صندوق مالي معين يتبع مجلس الوزراء للصرف على ازدهار هذه الحرف، حتى يعني يكون لنا جذور عميقة أو نحافظ على ذاكرتنا التاريخية وجذورنا العريقة من خلال هذه الحرف. ولكن في مراكز متخصصة في هذا المجال تحديدا، يمكن وزارة الثقافة بتهتم برضو بهذا الموروث الشعبي، كمان المعهد العالي للفنون الشعبية أطلس في الكلور طبعا. ولكن ده الهدف نعم. طبعا منه تجميع هذا طبعا الشعبي. هو الهدف منه المحافظة وليس البعد الاقتصادي. يعني مهم جدا اللي احنا يكون بعد اقتصادي يعني اللي احنا نتعامل معه بنظرة اقتصادية، يعني يبقى لنا هدف تنموي، لنا هدف اللي احنا نأتي من ورائه بعوائد. يعني مثلا فكرة الفانوس اللي انت مشكورا حضرتك وضعت يدك عليها في بداية حديثك مهمة جدا. يعني احنا كنا بنجيب الفانوس من الصين بعملة صعبة وما إلى ذلك ويجي يباع هنا، عمل بطالة تحت الربع. يعني أنا في هذه الفترة نزلت
تحت الربع بالضرب الأحمر لأرى الفوانيس المصرية الأصيلة. رأيت الحرفيون والصناعي والذين يقومون بهذه المهنة في غم كبير وفي كمد ولكن كبير، بعد هذا القرار الأخير وسعداء بشكل غير عادي. نتمنى لأن طبعا ان هذه القرارات تعمم على بعض يعني الحرف الأخرى إن شاء الله، الأخرى والصناعات الأخرى إن شاء الله. هناخد تقرير خارجي حول الأويماجي. طبعا من ضمن المهن الشعبية أيضا الأويماجي اللي هو بيشكل القيمة ويخليها شكل جمالي، برضه فيها شيء مهم جدا من الحرف الشعبية. ثم نعود ونواصل لقائي بالأستاذ عبد الله مهدي الباحث في الفنون الشعبية. صبر في أيامنا والحكمة من الدين وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين. أنا اسمي السيد إبراهيم حمزة، أنا متعلمة من صغري، أخويا اللي معلمها لي، أخويا الكبير. هي يعني شغلانة جميلة وحلوة ومحتاجة ذكاء وتركيز. هي فن، أنت حاجة بتشوفها بتنفذها على الخشب، بترسمها الأول وبعد كده بتبدأ تشتغل وتطلعها زي أكنها موجودة. حاجة تانية؟ يعني طب بتشتغل في رمضان بقى، يعني بتشتغل زي في رمضان بالنهار بالليل يعني كده؟ عادي بشتغل مثلا، باجي الظهرية بفتح الورشة وبشتغل لحد مثلا الساعة 5 6 وباجي بعد الفطار بقى لحد الساعة 1. ما بتسهرش مثلا للسحور ولا حاجة؟ ها؟ ما بتسهرش في الورشة للسحور مثلا اللي بالليل أو واحدة ونص بالكتير يعني. برضه أروح أشطب برضه وأتسحر وأصلي الفجر وباجي الظهرية بقى. هي المهنة دي اسمها إيه؟ نحات على الخشب، حفر على الخشب أو أويماجي. أويماجي. يعني نحات على الخشب أو أويماجي. إنما حبيب أنت المهنة دي، حبيبها أساسا؟ حبيبها وغواها من صغري، يعني اتعلمها من صغري. يعني أخويا الكبير اتعلمها وعلمها لنا كلنا. يعني احنا 5 اخوات كلنا شغالين فيه. ليه اخ مدرس برضه شغال فيها برضه في المهنه دي. اتفضل اشتغل بقى. يعني هي المهنه كلها ذوق واحساس. انت بتحس بالحاجه اللي انت بتعملها. ما انت لو ما حسيتش بالحاجه اللي انت بتعملها مش هتعرف تنفذها. ملهاش لا شكل ولا منظر. بشغلك وبالعده بتبدا تخلي لها شكل ومنظر، زي ما بيجيلك مثلا صوره في كتالوج بتاع بتنفذها. تاخد الكتالوج تطلع عليها طبعه وترسمها وبعد كده تبدا تنفذها على الخشب. قبل هذا التقرير ان في يعني مراكز متخصصه في جمع الفلكلور المصري زي اطلس فلكلور، ده من خلال المعهد العالي للفنون الشعبيه، بالاضافه طبعا وزاره الثقافه بتهتم بهذا الموروث الشعبي العظيم. ما زلنا بنواصل لقائي بالاستاذ عبد الله مهدي الباحث في الموروث الشعبي. اهلا بيك معنا مره اهلا استاذ عبد استاذ السلام. عبد الله، طبعا كنا اتكلمنا على باقي العرقسوس والفوانيس، ويمكن عرضنا تقرير دلوقتي عن الاويماجي. عايزين نقدم امثله بصفه عامه بقى عن هذه المهن او الحرف الشعبيه اللي هي برع فيها الفنان المصري او برع فيها المبدع المصري. يعني سبق وتحدثنا عن النسيج والكليم الأخميمي. يعني بقي لنا أن نضيف أن هذا الإبداع الفني الشعبي في أخميم كانت تسخر له الأراضي الزراعية، فتزرع آلاف الأفدنة من القطن حتى تتوفر المواد الخام. كل بيت في أخميم كان يملك نولا تقريبا. جميع أفراد الأسرة تعمل في هذا العمل، تنتج إبداعا مرموقا. يعني فكرة الرواج الاقتصادي واضحة، الكل بيعمل والكل بيتكسب. برضو مهنة أو حرفة اسمها العقادة مهمة جدا. فكرة التطريز اللي هي استخدام الخيوط الملونة بشكل تضفيري، بتشبيك، بلف، بعقد على الملابس من أجل إضفاء زخرفة معينة عليها، كما نرى في ملابس العسكريين. واضح جدا برضو في
الفلاحي. يعني أنا أعرف ناس مرموقة جدا كانت تبدع في صنع هذه التطريزات والعقد على هذه العباءات. يعني أنا قابلت يعني عم فرج أبو إسماعيل رحمه الله، وكان يبدع في صنع هذه العقد، وصنع هذه ويعني شغل القطان وشغل الشريط وما إلى ذلك. برضو كان يعني شخص له امتداد تاريخي، أسرتي لها امتداد تاريخي بدءا من النول إلى المكنة إلى التطريز، إلى أن وصل ابنه وترك يعني هؤلاء الناس في منطقة تسمى كراديس، مركز ديار بندي، محافظة الشرقية. الحاج السعيد أبو سليمان ابنه ترك يعني مجال تعليمه اللي هو فكرة يعني كيميائي كبير، وعمل في مهنة أبيه فكرة التطريز والخياطة والتفصيل وما إلى ذلك، إيمانه بها وأنها مورد من موارد الكسب، يعني وأن يكون حرا، بالإضافة طبعا أن هي وراثة، وأن هي وراثة، فكرة الوراثة منها طبعا يعني الشعبية والحرف الشعبية، صناعة البرد، الحدادة، السبح، الخيامية دي شيء مهم جدا بالزبط. اللي هي الخيم، يعني فكرة نفخ الزجاج يعني النقش والدقة على النحاس. طبعا السير الشعبية يعني من الحاجة المهمة. الشيخ أو الراوي أحمد حواس كان ليه باع طويل جدا في السيرة الهلالية، طبعا كل دي طبعا مهن شعبية أو حرف شعبية شفناها في المرحلة الأخيرة. يقولون أن القاهرة بتحفل بالحرف الشعبية العتيقة، إذا نتحدث أيضا حول هذه الجزئية، القاهرة والحرف الشعبية يعني العتيقة والمهنة هذه الشعبية، وبعد كده هنشوف تقرير حول المهن الشعبية بصفة عامة. اتفضل. بالنسبة للقاهرة قسمت جغرافيا يعني حسب الحرف. يعني مثلا حارة اسمها حارة الصنادقية، من هذا الصندوق الذي كان إحدى مفردات قائمة العرس قديما. يعني سنة 1988 عملت حوار في إحدى المجلات مع معمرة شرقوية الجدة استيتا 105 سنة في هذه الفترة، يعني رأيت قائمة الفرش، فجلت لي يعني مكتوب فيها الحمل الصوف اشتغله زوجي على النول، والحصير اشتغله أيضا الحصير، والصندوق مكتوب عليه، الكاتب كاتب عليه ايه؟ صندوق من الخشب الزان مرصع او منقوش عليه من النحاس الخالص، اسدان متقابلان يواجه كل منهما الاخر ويشهر سيفه في وجه الاخر. هذا الصندوق مكتوب عليه ورأيته بأم عيني. حارة الصنادقية هذه يعني حارة معروفة في الأزهر ناحية شارع المعز لدين الله الفاطمي. المغربلين اللي اتولد فيها محمود المليجي الفنان الكبير في الضرب الأحمر، سميت المغربلين ليه؟ لأنها كانت مكانا لتجارة الحبوب، وكان يأتي هؤلاء الحرفيون يغربلون هذه الحبوب ليفصلوا شوائبها عن صالحها، فسميت المغربلين. والصاغة طبعا في شارع المسقي المشهورة نظرا للمشغولات الذهبية وهذه المحلات التي تمتلئ بهذه الأشكال الجميلة من الذهب ومن عمل الصناع. النحاسين في شارع المعز، هؤلاء الذين يقومون بصناعة يعني الأواني النحاسية والسيوف وكل المفردات الصناعية التي تخرج من معدن النحاس. لو بصينا للقاهرة نرى يعني شيء متميز وغريب، يعني ظهور أسواق في القاهرة تحمل روحا شعبية زي سوق العقادين اللي هم الترزية. يعني كل مفردات السوق يمتلئ بهؤلاء الذين يمتهنون هذه الحرفة، وهي في شارع المعز بالقاهرة. سوق السروجية اللي هي جاي في الضرب الأحمر،
اللي هو السروج، السروج اللي هي البرادع، اللي هي مستلزمات الحصان والفرس والحمار. سوق السكرية اللي هو موجود في الغورية، يعني السكرية وبين القصرية وقصر الشو، اللي هي سميت سكرية ليه برضو سوق السكرية؟ لأنه كانت تباع فيه الفاكهة الجافة. طبعا لو بصينا في كل أقاليم مصر، الحرف والمهن الشعبية مرتبطة بالوفرة في الناتج المحلي من هذه الحرف. فمثلا الأماكن التي يظهر فيها النخيل ومنتجات النخيل، نرى المقاطف، نرى القفف، نرى بدأوا يعملوا أو ناس عملت برضو من جريد. طبعا الأقفاص. ما هو في قرية مشهورة القفاصين في الجورين، محافظة الشرقية، القفاصين. وأبو سوير برضو رأيت فيها الناس على قارعة الطريق، يعني الصانع يعني قد نصب يعني عشة بسيطة وتجلس حواليه كل أفراد الأسرة ويصنعون من نواتج النخيل كل مفردات الأقفاص يعني برضو الأساسات المشهورة ديت، ويعملون بهمة ونشاط. كمان هذه الصناعات كمان من الخرزان أو يعني حكى لي أحد الناس يعني إيه وقد أخذ يعني درجة علمية كبيرة جدا، قصة كفاحه، أنه كان يصنع من سعف النخيل اللي هو الخوص يعني قبعات وأشكال مبدعة. وأشكال مبدعة كانت العروس تشتريها منه حتى تظهر بمظهر جيد ليلة دخلتها وليلة حنتها وما إلى ذلك. طب ايه رايك نشوف مع الساده المشاهدين هذا التقرير الخارجي حول المهن الشعبيه او الحرف الشعبيه بصفه عامه، ثم نعود ونواصل لقاءنا بالاستاذ عبد الله مهدي الباحث في الموروث الشعبي. اليكم. وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين. افخر انواع كل حاجه، كنابه، كلاش، الرقاق، كل شيء موجود على احدث حاجه وانضف حاجه، كله آلي. ما عندناش حاجه بتتعمل بالايد خالص، كل حاجه آلي. بتتصنع من ايه كنافه؟ كنافه بتتصنع من الدقيق وميه ولبن. طبعا سر الصنعه بقى اللي مخلينا اشهر ناس في البلد كلها، دي ما نقدرش نقول لحد، في سر وحاجات معينه برضه. كذلك القطايف برضه لها برضه حاجات معينه. والباشمهندس احمد اول ابن اخويا هو اللي بيعمل قطايف، يعني برضه العيله سر الصنعه في العيله، ما تطلعوش بره برضه. مش اي عامل ولا اي حد يديله سر الصنعه. والاستاذ احمد اول هيوريك برضه شغل القطايف وهو بيتعمل. ماشي. شهر مبارك أيام فيها خير أشكال وألوان، يا نعيم من صلى وصام يضمن به جنة ورضوان. شهر التراويح يا رمضان فيك التسابيح يا رمضان. شهر التراويح يا رمضان فيك التسابيح يا رمضان. وكمان
ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، ونواصل لقائنا وحوارنا حول اقتصاديات الحرف الشعبيه في هذا الشهر الكريم واللي بتنشط في هذا الشهر الكريم. استاذ عبد الله مهدي، بنعود مره اخرى ولقاء مع حضرتك حول المعوقات التي تواجه الحرف والصناعات الشعبيه في مصر. يعني من المعوقات المهمة التي تعوق ازدهار وتنمية وتطوير هذه الحرف الشعبية النظرة الاجتماعية لها من جانب الدولة. يعني الدولة تنظر إليها على أنها يعني شكل من التعاون والتفاعل الاجتماعي بين أفراد الأسرة، وتساعدهم بالقليل من المال. كذلك برضو الإعلام يقع في هذا، يعني في مطب كبير حينما يتوقف مع هذه الحرف على أنها تقليد وتكرار للقديم. كذلك فكرة الاتكالية من جانب الحرفي على هذا يعني على الدولة لكي تساعده وتقف إلى جواره وما إلى ذلك. كل ذلك يساعد على ضعف أو على يعني عدم ازدهار وعدم تنمية هذه الحرف المهمة التي لو استغلت استغلالا جيدا لازدهر المجتمع وساهمت في تقليل نسبة البطالة وساهمت في ازدهار البلاد اقتصاديا. طيب اخيرا استاذ عبد الله، ازاي نقدر ننهض بهذه الصناعه او هذه الحرف الشعبيه مره اخرى، نقدر نحييها مره اخرى، وخاصه زي ما قلت في بدايه هذه الحلقه ان هي تعبر عن العادات والتقاليد المصريه الموروثه الاصيله. نعم. عايزين نحيي هذه الحرف الشعبيه واللي بتنشط في يعني طوال العام، وخاصه طبعا في شهر رمضان المبارك. طبعا. انت عارف حضرتك ان الحرف الشعبية زي ما قلنا مرتبطة بالمنتج المحلي الموجود. يعني فطبعا يعني هي بتستغل مفردات البيئة، النتاج المحلي في البيئة، وتقوم عليه زي ما قلنا مثال فكرة النخيل ومنتجات. برضو لو توقفنا مع الإنتاج الحيواني، الوبر والصوف والشعر والجلود، يعني يستخدمها هذا الخراز اللي هو السرماتي في صنع هذه الأحذية ويصنع الشنط وما إلى ذلك. لو احنا بصينا كيف يمكن المساهمة في ازدهارها، لن تزدهر هذه الحرف والمهن الشعبية التي تحمل ذاكرة تاريخية عريقة. يعني من المهم جدا أن نتمسك بها في ظل ثورتين شعبيتين مهمتين، اللي هو لابد من إنشاء صندوق يتبع مجلس الوزراء لتمويل هذه الحرف والمساهمة في ازدهارها، توفير المواد الخام الرخيصة. لأن طبعا بعد بيع بعض يعني شركات الحرير، بيع شركات النسيج، كل دي طبعا ساهم في ضعف عدم توفير المواد الخام. ولو أرادوا شراء مواد خام بيبقى منتج خارجي لابد وأن يشتريه بكميات. لما كان المنتج متوفر كان بيشتري على قدره، على قدر احتياج. دلوقتي المستورد عايز يجيب كمية لكي يعني مش هيجيب كل يوم، يعني كي يغطي العام. بالإضافة إلى فكرة الألوان الطبيعية، لابد من تجويد الكيميائيين من ألوانهم وأصباغهم، لأنه مهم جدا في فكرة العقادة والتلوين وما حتى فكرة الصناعة الفخارية والحرف الفخارية. برضو لما نتهنها دهان لا يزول مع الوقت فكرة تجويد بالإضافة إلى تشجيع الصبية. وأطالب، لأن فعلا أحد الحرفيين قال لي إن المشكلة في عدم وجود صبية. الحرفي يغطي هذا النقص من خلال أسرته، فإذا مات ولم يكن له ورشة ولم يكن له حانوت يعمل به ملكه، يعني يتركه هذه المهنة. فكرة وجود صبية، وأتمنى أن يعني يبتكر فكرة الدبلومات الفنية، أقسام لهذه الحرف لتعليم النشء الجديد هذه الحرف التي تحمل عبق الماضي، تحمل حضاراتنا العريقة الفرعونية والبطالمة والرومان والعربية الإسلامية. لأن هذه الحرف هي
بوتقة انصهرت فيها كل هذه الحضارات بكل ثرائها الروحي وثرائها الثقافي وثرائها العلمي وثرائها العقائدي وعاداتها وتقاليدها. مصر تحتاج مشروع قومي مهم جدا بعد هذه السيولة الفكرية التي حدثت بعد الثورتين. مشروع ثقافي، هذا المشروع الثقافي يحتوي التراث ويحاول أن يوظفه بما يخدم مجتمعنا وازدهار مجتمعنا. اخيرا استاذ عبد الله، يعني جزئيه اخيره، يعني لابد ان نتذكر السير الشعبيه نعم. والقصص الشعبيه نعم. اللي احنا شفناها طبعا في المراحل الاخيره ان هي الى حد ما تراجعت. يعني ازاي نحيي السيره الشعبيه والقصه الشعبيه مره اخرى في مصر؟ طبعا السير الشعبية زي سيرة أبو زيد الهلالي، سيرة سيف بن ذي يزن، سيرة نبي الله أيوب، سيرة نبي الله يوسف. هذه السير الشعبية مهم جدا أن تنزل إلى أرض الواقع. يعني وزارة الثقافة بتعمل ليالي ثقافية الآن وتحاول أن تجلب هؤلاء القليلون من مبدع السير الشعبية لكي يعني يصنعوا شيئا من إحيائها. ولكن مهم جدا، واحنا كنا ذكرنا الكلام ده في أكثر من مؤتمر، ويعني يمكن أنا وريت حضرتك كتاب من كتب هذه المؤتمرات، فكرة أن الإعلام لابد وأن يفسح الإعلام مساحة كبيرة، وبخاصة الإعلام الحكومي مساحة مهمة جدا لهذا الإبداع الشعبي الراقي الذي يحمل عاداتنا، تقاليدنا، همومنا، مشاكلنا. انت عارف ان الادب الشعبي، وانت استاذ في الكلام ده، ادب احتياجي. ما يحتاجه الشعب يقوله المؤلف ويقوله الفنان الشعبي حتى يرضي جمهوره التي يحصل منه على نقوطه وعلى ماله. اخيرا ما تتمناه لمصر في المرحله المقبله يا استاذ عبد الله؟ والله يعني بعد ثورتين عظيمتين، وانت عارف حضرتك هذا الكتاب ثورتا اللوتس إبداع شعب، أنا مؤمن إيمان كبير بما ورد في الدستور المصري 2014 بأن ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو ثورتين عظيمتين أبدعهما الإنسان المصري الذي يعني يتمنى أن يحنو عليه الجميع، يحنو عليه أبناء بلده ويحنو عليه مسؤولي بلده. وأتمنى فعلا لمصر مزيدا من الازدهار ومزيدا من التقدم في ظل هذه القيادة الرشيدة بكل إخلاص لرئيسنا يعني الكريم عبد الفتاح السيسي. أشكرك أستاذ عبد الله مهدي الباحث في الموروث الشعبي، شكرا جزيلا لك على شكرا. هذا اللقاء وعلى هذا التوضيح حول اقتصاديات الحرف الشعبية في هذا الشهر الكريم. الله يخليك. شكرا أستاذ. شكرا. الشكر مشاهدينا الكرام، وصل لحضراتكم على حسن المشاهدة. تحياتي وتحيات أسرة البرنامج. شكرا وإلى اللقاء.